عمرك جربتي تكسري الحمامة قبل ما تحشيها؟ طب انا جربت ده وطلعت النتيجة صادمة بالنسبة لي. لو اول مرة تعرفي التركية دي واول مرة بتشوفيني ما تنسيش تشتركي وتعملي لايك وشير ويلا بينا. بصوا بقى، انا جالي حمام وقلت نجربه سوا. علشان انا شفت له طريقه كده على النت حلو قوي. فانا قلت نجرب سوا الطريقه دي. الحمام بيجي اصلا مفتوح كده، والمفروض ان هو من هنا كمان مفتوح تمام. فاحنا هنيجي بقى نعمل ايه؟ هنروح مسلكين بين الجلد واللحم كده، اللي هو الجزء ده كده. بندخل صباعنا فيه بالراحه وبنسلكه. طبعا خدي بالك الجلد ده رقيق قوي فممكن يتقطع، فاحنا بنحاول ان احنا نمشي معاه بالراحه واحده واحده. اهو بصي، سلكي بقى الحتت دي كده لحد لما تعدي الجلد خالص. يبقى الجلد مفتوح من هنا على هنا اهو. بصي ايدي طلعت من الناحيه التانية كده بقى مفتوح تمام. الطريقه بقى اللي انا شفتها بيكسروا الصدر ده عشان يبططوا الحمامه. اهو بصوا بنضغط عليه كده فنكسره والحمامه تتبطط. نكسر بقى الصدر ده كده. هو اتكسر معايا فهيخلي الحمامه تبقى متبططه كده. واخده بالك معايا؟ اهو بصي ده اتكسر خلاص، العظمه دي اتكسرت فعشان كده بقت بتنزل معايا اهي بكل سهوله. نجيب واحده تانية هنعمل نفس الموضوع، دي هتتكسر كده اهي. وتسلكي بقى ده. دي لما تتكسر بتديكي مساحة اكبر في الحمامة للحشو. هنعمل بقى كله بنفس الطريقة دي كده. بندخل ايدينا بالراحة. طبعا انا لسه ما غسلتش الحمام، انا بعمل كده قبل ما اغسل. وهخلص واخده بقى اغسله تحت مية جارية وانقعه بقى في شوية ملح وليمون. وبعد كده نعمله. انا عملت التانية برضو اهو بنفس النظام. بصي ايدي تدخل من هنا تطلع من هنا اهي. الجلد ده كله مفتوح على بعضه اهو كده. ونكسر الصدر. الصدر هنا مكسور اهوت خلاص. بصي بينزل معايا ازاي. وطبعا بننضف بقى من جوه اي حاجه فيها دم، اي حاجه مش نظيفه. بننضف من جوه كويس بقى واحنا بنغسل. غسلنا الحمام كويس اهوت. هنعصر بقى عليه ليمون. وبعد ما الحمام بتاعنا اتنقع كويس في الليمون، عملت له بقى بصله كده مبشوره عليها ملح وفلفل وتوابل مشكله وقرفه وجنزبيل. هندعك بقى التوابل بتاعتنا كويس قوي كده في البصل، وهنمسك بقى كل حماميه هندخل بقى جواها كده ايه، ندعكها من جوه كويس قوي بالبصل المبهر ده. من جوه كده في قلبها من جوه وبين الجلد واللحم كده. جهزنا خلطه الرز بالكبد والقوانص بتاعتنا، وانا منزلاه لكم قبل كده في الفيديو بتاع الحمام. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو ده عشان ما نطولش الفيديو. هنبدا بقى نحشي الحمام بتاعنا. اوعي تكوني وصلتي لحد هنا ولسه ما صليتيش على سيدنا محمد وما عملتيش اشتراك ولا لايك وما عملتيش شير لفيديوهاتي وتابعتيني عشان دايما بعمل لك كل جديد. حشينا الحمام بقى زي ما انتي شايفه كده. وبعد ما حشيتها قفلت رجليها بقى من تحت كده بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبقت ما شاء الله اللهم بارك حجم جامبو بقى. بصي تكسيره القفص بتاعها ده خلانا نقدر نحشيها بكل سهوله، ما تاخدش مننا وقت وما تاخدش مننا جهد. وخدت ما شاء الله حشو اكتر، وطبعا مش مليان قوي عشان لسه الرز هينفش شويه، فنعمل حساب حاجه زي كده. طبعا انا فرشه الصينيه بتاعتي اهوت شرايح بصل وشرايح جزر. كده الحمام بتاعنا اتحشى وجاهز، وزي ما احنا شايفين مش مالينه على الاخر علشان خاطر لسه هينفش شويه في الفرن فياخد وقته براحته. وهننزل عليه بقى بميه مغليه زي ما انتم شايفين كده، مش ميه عاديه. بسم الله. وهندخله الفرن على اعلى درجه لمده 10 دقايق، وبعدين نهديله النار شويه وهنسيبه في الفرن 45 دقيقه. وطبعا هنغطيه علشان يستوي كويس. ده الحمام اهوت بعد ما طلع من الفرن. هشيله بقى من الصينيه دي وهحطه في الصينيه اللي هحمره فيها. بصوا انا جبت صينيه حطيت فيها بقى شويه زيت وشويه سمنه، وهبدا ان انا انقل فيها الحمام. الاول هحط الحمام كده على وشه عشان ياخد من السمنه دي، وبعدين هقلبه كده. وهرصه بقى كله بنفس الشكل كده. وشوفي ما شاء الله الحمام مفيش ولا واحده فرقعت. حتى الرز اللي طالع منه ده مش مضايقني في حاجه، وعادي وهتعامل معاه. وممكن اسيب الحمام كده من غير ما اقلبه في السمنه، واحط بقى انا سمنه عليه كده وهو سخن، فهيخلي السمنه تنزل من عليه عادي. ادي الحمام اهو. ما شاء الله ما شاء الله تحفه. لون وريحه قلب الدنيا، والطعم انا متاكده منه علشان انا عملت نفس الطريقه دي قبل كده كتير وكانت جميله. بس كان الجديد معانا التركه اللي احنا قلناها بتاعت قفص الحمام دي، كانت بصراحه روعه.